الحمد لله النهارده الاداء كان بس الشوط الثاني الحمد لله على النتيجه، الحمد لله على الاداء، وانا بشكر طبعا اللعيبه على الاداء الثاني، وقدرنا نسجل 4 اهداف، وكل اللعيبه النهارده انا بعتبرها النهارده كلهم نجوم، يعني كلهم نجوم وادوا وفي التزام داخل الملعب، ودي كانت تهمني جدا الالتزام داخل الملعب، والحمد لله يمكن الالتزام والتركيز اللي كانوا نازلين بيه النهارده يمكن عمل شوطين ان 2-0، ولكن انا هيأت لعيبتي ان احنا لازم نكسب هذه المباراه بغض النظر اذا كان سموحه كان كسبان الزمالك. انا هيأت لعيبتي ان انا كنت عايز اكسب، يعني عايز اكسب، عشان كده يمكن التعليمات اللي كانت بين الشوطين ان احنا نستغل حاجات في خط الدفاع بتروجيت، وقدرنا الحمد لله نستغلها ونقدر نلعب كور عرضيه، ودي يمكن اثمرت عن التسجيل 4 اهداف. كبير عندك خبرات بره. لا انا مش عايز اقول النادي الاهلي عادي يكسب الدوري، ولكن النادي الاهلي فعلا قادر انه يكسب ان شاء الله البطوله، وهو بيلعب مع منافس طبعا نادي سموحه نادي محترم وعندهم لعيبه. انت يا ابني انت بتهببه ده. وان شاء الله نقدر نبقى بطل الدوري في المباراه ان شاء الله. الدفع بالناشئين حسب جاي في ظروف صعبه جدا، ولكن الحمد لله بيثبتوا كل مباراه عن الاخرى ان هم قادرين فعلا بارتداء. خد هنا اللي عايز يسال يبقى يعرف قبل ما يسال الظروف. ما حدش يسال تاخر النهارده ومش تاخر، احنا كجهاز فني بنعرف امتى التوقيت اللي احنا نقدر نلاعب اللعيب فيه، لان لو جينا اتكلمنا عماد بقى له فتره كبيره بعيد، والنهارده الماتش برده مش عايز، النهارده لما حسيت ان في ثقه وحسيت ان في اداء ومكسب، فالحمد لله قدرت ادي لعماد على اساس ان عماد يستعيد الثقه ويخش ان شاء الله في الفورمه البدنيه والفنيه ان شاء الله. الحمد لله التعليمات كانت واضحه للعيبه، واللعيبه ادت وركزت. الشوط الثاني كان احسن لان هم كانوا مستعجلين الفوز في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني احسن بكتير، وقدرنا نلعب كره كويسه، وقدرنا نستغل الاجناب، وقدرنا نستغل برده الكره العرضيه فيها. لا مباراه قويه، ما انت النهارده خلاص بتلعب فاينل مع سموحه في بطوله الدوري، واتمنى ان اللعيبه تكون مركزه، واتمنى ان احنا ان شاء الله كجهاز برده نكون مركزين، والناس كلها تكون مركزه على اساس ان دي